تخيل كده صديقي 300 راجل بس بيقفوا قدام جيش فيه مئات الآلاف من الجنود. في سنة 480 قبل الميلاد كان الإمبراطورية الفارسية بقيادة الملك سيركسيس أكبر قوة في العالم، وكان هدفها غزو اليونان بالكامل. لكن في مدينة صغيرة اسمها سبارتا كان فيها ملك اسمه ليونايدس، محارب شجاع قرر يوقف الجيش الفارسي مهما كان الثمن. ليونايدس جمع 300 مقاتل إسبرطي فقط، بانضم ليه عدد صغير من الجنود من المدن اليونانية التانية، ووقفوا كلهم عند ممر ضيق اسمه سيرموبلاي، المكان الوحيد اللي ممكن تعدي منه جيوش الفرس. استمر القتال 3 أيام كاملة، والجنود الإغريق صدوا هجمات لا تصدق. لكن للأسف خيانة حصلت لما واحد من اليونانيين دل الفرس على طريق خلفي يقدروا يهاجموا منه من الخلف. لما عرف ليونايدس إن المعركة انتهت رفض يهرب وقال لجنوده قتلوا حتى النهاية، وفعلا ماتوا كلهم بشرف. ولكن بطولتهم أعطت الأمل لباقي اليونانيين، وبعدها بفترة قصيرة قدروا ينتصروا على الفرس في معارك تانية. بس كده، وما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.